عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما، حبايب قلبي المقطقطين العسلات السكريات، كل حاجة حلوة في الدنيا دي كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. بقول لكم هنا المطبخ مكركب لأقصى درجة، والله بجد مكركب مبهدل. في زبالة عايزة تتلم، في غسيل مواعين كتير قوي عايزة تتغسل، في بوتاجاز عايز يتصبن، في رخامة عايزة تترتب، في أرض عايزة تتكنس، في حاجات كتير قوي. فان شاء الله هنعمل يومنا النهارده او روتيننا باذن الله في المطبخ، وان شاء الله يعجب حضراتكم. وكمان في نهايه الفيديو كده هنشوف المطبخ بقى مترتب وعسل ازاي وميت فل و14. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان اللي لسه اول مره يشوف قناتي، فضلا الاشتراك كده عشان ينور ويشرف القناه. والناس القمر العسل اللي لسه موجودين معايا اصلا بالفعل، شكرا ليكم ولوجودكم معايا. وجميعا اللي هيشترك معايا واللي موجود بالفعل جميعا كده، جزاكم الله خيرا وربنا يبارك لكم كده يا رب ويكبر بخاطركم، اللهم امين كده، ويديمكم في حياتي نعمة. شكرا على وجودكم في حياتي. تعالوا بقى بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. رتبت كده ومسحت ناحية التوابل، وكمان بدأنا ننزل بقى على الرخامة برضو فيها شوية كركبة كده وعايزة تتمسح. وطبعا اي مواعين بقى بتقابلني بحطها معاكم في الحوض بقى عشان نغسلها كلها مرة واحدة. وده باسكت الزبالة بتاعت أوضة الأطفال عند ولادي. وأنا بروق في الأوضة جبت هنا الباسكت عشان كان في زبالة كده وشلت الكيس بتاعه، ونبدل بقى الكيس وننظمه كده وبعدين نحطه هناك، لأن أنا روقت الشقة كلها. وقلت بقى أجي أصور معاكم في المطبخ. يعني بره كده الحمد لله ما عنديش ترويق يعني، ولا غسيل ولا اي حاجة. انا بختم يومي في التنظيف هنا معاكم في المطبخ. اخر حاجة بعملها في التنظيفات وانا واقفة كده معاكم هو المطبخ. بره الحمد لله رتبنا الاوض والصالة وكنسنا ومسحنا ورتبنا ولمينا غسيل وحطينا غسيل وبصوا. يعني الحمد لله. هنا وانا بروق الرخامة طبعا شلت الاطباق اللي احنا شايفينها دي، اللي هي الاطباق البلاستيك دي، رحت حطيتها في التلاجة. ده اطباق السردين، علب البلاستيك السردين اللي كنت عاملاها معاكم في شهر رمضان. على ما اظن كده الجو بدأ خلاص يكون حر جدا. وخلاص هو السردين عندي اتخلل، وكان منه طعمه جميل جدا ودايب كده ومش مش حادق، حلو دلع، الملح بتاعه مظبوط. فخلاص كده الجو بدأ يحرر وهو خلاص اتخلل، نحطه بقى في التلاجة براحتنا عادي خالص. قبل التخليل ما ينفعش، لانك لو حطيته في التلاجة مش هيتخلل ومش هيتملح، لازم تسيبيه بره شوية. مش شوية اللي هم حبة صغيرين، لا ايام يعني، اسبوعين تقريبا او 10 ايام. وبعدين تبتدي ان انت تحطيه في التلاجة عادي بقى عشان يحافظ بقى ايه على الدرجة اللي يوصل لها وما يتهريش، او ان هو يعمل ريحة، او ان هو يبوظ او كده. بنحطه بقى في التلاجة بعد التخليل عادي جدا. فانا خلاص شلته وروقت الرخامة بتاعتي وخليتها زي الفل. تعالوا بقى نخش بقى على الجزء التاني ناحية البوتاجاز. بصوا هنا يا جماعة، حاولت بقى ان انا قلت ايه نغير نظام التصوير شوية. حتى لو لاحظتوا من اول الفيديو انا مغيرة مكان التصوير. حطيت الكاميرا على الرخامة اللي هي فيها المواعين، وقلت بقى ايه اصور الرخامة التانية من هنا. يعني بدل ما كل مرة من بداية دخلة المطبخ حاولت ان انا اغير لكم التصوير. واتمنى طبعا التغييرات تكون مثلا واضحة او باينة، عشان في ناس بتخش تقول لي ملينا، كادر التصوير ما بيتغيرش، زهقنا. يعني لازم يكون في تجديد في اي حاجة، يعني احنا قناة روتين ويوميات، فالمفروض ان التجديد بتاعنا يكون من خلال التصوير. يعني مش كل مرة التصوير بيكون من نفس المكان. ده الناس اقترحته عليا ناس كتير قوي من القنوات ومن المتابعين. وبعدين لما سألت قنوات كتير يعني صحابي كده واتكلمنا مع بعض، لقيتهم بقى ان هم فعلا لازم مش كل مرة كادر التصوير يكون في نفس المكان، لازم تغيير عشان المشاهد ما يحسش بملل. فأتمنى يكون انا قدرت ان انا اوصل لكم التغيير ده ويكون عجبكم. فهنا حبيت بقى ان انا وانا بغسل البوتاجاز نغير بقى ايه المكان كده ونغسله من قريب شويه. شايفين كده من الجنب في الكيسه البلاستيك اللي بتبقى لازقه في البوتاجازات الزرقاء دي، عامه انا بسيبها لان هي بتحافظ على جنب البوتاجاز. بس ولادي ايه بدأوا يقطعوها، فانا برضو سايباها لحد ايه ما تتشال خالص لوحدها، لان هي بصراحه محافظه على الجنب خالص.
ومخليهولي زي الفل. يعني كده الستانلس بتاعه من جوه نضيف كأنه جديد، لان انا كنت سايبه عليه اللي هو البلاستيكه بتاعتها دي. فهنا بقى غسلت البوتاجاز. طبعا ده مش غسل عميق، يعني ده الغسل اللي هو العادي اللي احنا بنغسله بعد كل اكله، او احنا بنروق المطبخ بتاعنا او بنغسل المواعين. الغسله اللي هي من على الوش دي عشان الاستانلس يفضل نظيف وكده، والمرايه كمان بتاعه الظهر بتاع البوتاجاز تفضل نظيفه، والعيون وايد والباب، يعني الايد بتاعه الباب بتاعه البوتاجاز. كل ده كده يعتبر زي روتين يومي، كل شويه بعد غسيل المواعين واثناء تنظيف المطبخ وبعد الاكل لازم يتعمل. اسبوعيا بقى نجيب العيون بتاعتنا بتاعه البوتاجاز ونغسلها غسله كويسه قوي عشان تفضل طول الوقت معايا نظيفه وما تسودش وما تبص مننا. خلصت معاكم كمان البوتاجاز، يعني عملنا مع بعض الرخامه والبوتاجاز وشلنا الكركبه ولمينا الزباله وجبنا المواعين على جنب كده في الحوض عشان تتغسل. يعني الحمد لله كده ظبطنا الجزء ده كده كامل، لان فعلا المطبخ يا جماعه كان مكركب جدا جدا فوق ما تتخيل. تعالوا بقى بينا نذكر الله واحنا قاعدين كده مع بعض، نكسب ثواب كلنا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا هنا كده غسلت كمان مسحت يعني الايد بتاعت الباب بتاع الفرن بالمره. فكده الجزء ده كده خلص عندي تماما. الكركبه اللي جنب المطبخ بالرخامه نفسها باي حاجه قابلتني. بصوا الحوض عامل ازاي، في كميه مواعين رهيبه، مواعين من التلاجة ومواعين من المطبخ ومواعين من على البوتاجاز. كل حاجه قابلتني وانا بروق. لقيت كمان اطباق مرميه في الريسبشن والعيال مبهدلين الدنيا. جمعت كل المواعين يا جماعه، فظيعه كتير جدا. شايفين المطبقيه ما فيهاش تقريبا اطباق، نص الكوبايات مش موجوده، نص المعالق في الحوض. في مواعين كتير جدا، صواني وحلل وحاجات في الحوض. لا تقريبا كل المواعين وسخه، فانا هاخد مجهود كبير جدا على الحوض عقبال ما اخلص كميه المواعين دي. هنا بلم بقى الحاجات اللي تتحط معايا في التلاجة. قابلني فلفل وقابلني بتشنجان قابلني شويه حاجات كده. وبعدين ببتدي بقى ايه اجمع الزباله اللي ملهاش لازمه، نجمعها كده في الشنطه ونرميها في الزباله ونلم الكركبه دي. ان شاء الله برضو هتشوفوا يعني الرخامة برضو معايا نظيفة والدنيا راقت في اخر الفيديو. انا كان ممكن يعني اخلص شوية حاجات قبل التصوير، بس انا قلت لا لازم اطلع كده على الطبيعة واعمل المطبخ معاكم من اوله لاخره كده معاكم ان شاء الله. ونغير نظام التصوير. شايفين كده جبت لكم برضو اول مرة، لا صورت كذا مرة قبل كده قديم. لو فاكرين صورت كام فيديو كده في البداية اول ما فتحت، وكمان في نص الفيديوهات يعني من شهرين تقريبا، في مجموعة فيديوهات بنفس التصوير ده. بس جيت بعد كده بقيت استسهل، من مطرح ما انا واقفة كده بحط الكاميرا واجيب المطبخ كله واعمل معاكم المطبخ كامل. وبعدين في ناس كتير حسيت بملل، والقنوات برضو قالوا لي يا سبوحة غيري وارجعي للتصوير بتاع زمان، وحاولي كل جزء تعمليه تصوريه، مش لازم من بعيد تجيبي كله مرة واحدة. حاولي كل جزء تعمليه تصوريه بحيث ان كادر الكاميرا يتغير والمشاهد عينه ما يحصلش فيها ملل. فرجعت للتصوير القديم تاني. انا عاملة فيديوهات كتيرة جدا معاكم قديمة بنفس الاسلوب ده والتصوير ده بتاع النهاردة. ماشي، يعني انا مغيرتش التجديد اللي هو اول مرة، لا كل ده تصوير قديم او نظام قديم، بس انا رجعت لكم بيه كنوع من التغيير. فهنا جبنا الكاميرا ناحية الرخامة او ناحية المواعين هنا. بصوا يا جماعة، ده الباسكت اللي في اول الفيديو وريته لكم، ده باسكت ولادي وحطيت له كده الكيس، وكده هو متنضف يعني، وكيس جديد، وحطيته بقى على جنب. ان شاء الله نحطه في الأوضة بعد ما اخلص معاكم. وهنا دوت الغطا بتاع الطبق او الجردل او العلبة اللي هي بحط فيها الاريال الاوتوماتيك. الغطا متبهدل جدا، وقع عليه اكل وكده ومتبهدل وشكله مش عاجبني، وهو لونه ابيض، فلازم يتغسل كده عشان ينور معايا، واشيله تحت بقى الرخامة بكل نظافة. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اختكم يا جماعة في اللايك. يا جماعة اللايك بيرفع من الفيديو، يعني عشان بس المشاهدات تبقى حلوة كده زيكم. شجعونا يا جماعة، شجعونا.
فهنا بصوا الشكل بعمل ازاي. طبعا الكاميرا مش موضحة قوي، هو كان متبهدل جدا ووسخ جدا فوق ما تتخيلوا. بص العلبة بقت معايا نظيفة والغطا بتاعها نظيف، نشيله بقى تحت الرخامة بكل نظافة. اهم حاجة في المطبخ النظافة اليومية، يعني نغسل البوتاجاز، نروق الرخامة، نغسل المواعين، نصب الازايز المية، نكنس الارض كده ونجمع الزبالة نرميها. ما نخليش زبالة يا جماعة، ما نباتش يعني ما ننامش ونسيب زبالة بايتة تعمل ريحة وتاني يوم بتلاقيها مقلبة ريحة المطبخ. لا احنا على مدار اليوم نجمع الزبالة، وقبل ما ننام نشوف احنا بنحطها فين، قدام باب الشقة، على جنب، على السلم. حتى لو ما فيش مكان بتحطوا فيه وبترموا الزبالة الصبح وانتوا نازلين، يبقوا تجمعوا الزبالة وتربطوا الكيس علشان ما تعملش معاكم ريحة. المهم ان انتوا ما تباتوش وفي زبالة في المطبخ، لان بتبقى طاقة سلبية وفي نفس الوقت بيبقى لا بتعمل ريحة. فاحنا اول باول كده نشيل المكان. هنا بص انا معايا مخلل، كنت جايبة البرطمان ده كامل في بداية شهر رمضان، ودول اخر حبة موجودين معايا. هنا هنبتدي بقى نغسل مطرحة يعني نخلي الرخامة بتاعتنا كده قشطاية كده، قشطاية كده وعسل كده زيكم. المج الاسود ده اللي انا مسكته بايدي، المج بتاعي الخاص اللي بشرب فيه الشاي بلبن بتاعي، الشاي بتاعي. هو مش لونه اسود سادة، هو اول ما بينزل في المية السخنة بتظهر الصورة بتاعتي وعليها صور ليا انا وجوزي. يعني كان المج ده عاملهولي في مناسبة من المناسبات، في عيد حب او جواز او حاجة، عيد ميلادي، حاجة كده. عامل لي مجين، مج سادة كده عليه الرسومات زهرة، والمج الاسود ده عاجبني جدا، شكله حلو وشيك. واول ما بتحط فيه المية السخنة على طول الصور بتظهر وشكل المج بيختلف والالوان بتظهر. تبرد المية، تبرد يرجع اسود تاني. فبصراحة شكله شيك وعاجبني، فهو المفضل عندي اللي بشرب فيه الشاي بلبن بتاعي او الشاي او اي مشروب انا عايزة اشربه فانا بشربه فيه. هنا بصوا الرخامة عندي بقت عسل كده ونضيفة. شفتوا انا قد ايه شلت كركبة شفتوا انا قد ايه عانيت كده عقبال ما ظبطت الرخامة كده. الجزء ده طبعا لسه بقى باقي الجزء التاني اللي هو هنغسل بقى الازايز مع بعض. ومتهيألي ما غسلتهاش معاكم في اخر التصوير خالص، بعد ما خلصت لقيت نفسي نسيت الازايز، صبنتها ومليتها وحطيتها في التلاجة. بس عملت الجزء ده معاكم، وبعدين غسلت المواعين، وبعدين عملت الازايز وصبنتها وحطيتها في التلاجة. وطبعا الزبالة اللي انا عمالة المها معاكم دي طلعتها خالص في المكان اللي انا بحط فيه. بصوا المنظر كده على ايدي اليمين هناك كده بقى نضيف ومترتب ازاي، هوريه لكم دلوقتي. وبلطم وبصوت وعمال اقول يا لهوي على كمية المواعين، يومي بقى هيخلص في قلب المواعين. بس الحمد لله فرحانة برضو ومبسوطة ان انا انجزت جزء كبير جدا. ده الجزء بتاع الرخامة اللي انا عملته معاكم. هنا بقى الازايز اللي هنعملها في اخر الفيديو. وهنا بقى خلاص كده المطبخ عندي زي الفل. الطبق اللي هناك ده على البوتاجاز حاطه فيه الفراخ بقى عشان بعد ما اخلص معاكم نعمل الاكل. فهنا عندي الرخامه نظيفه وناحيه التوابل نظيف والبوتاجاز نظيف والارض كده الزباله اتلمت. وحطيت الاكل بقى ايه بعد ما اخلص كده اهو. كنت مطلعه الفراخ من الفريزر، وهنا الجزء ده عندي نضيف اهو، اللي حطيت الوردتين العسل دول يعملوا منظر كده. وكده بقى عندي الازايز وكمية المواعين الرهيبة دي. وركزت بقى هنا الكاميرا ناحية المواعين بقى عشان نغسلها مع بعض. وزي ما قلت لكم طلعت الفراخ من الفريزر، سايباها بقى تفك براحتها في الطبق اللي على البوتاجاز عقبال ما نخلص المواعين وارمي الزبالة واعمل الازايز. واحضر كده شوية حاجات للاولاد كده واحميهم واشطفهم كده واخليهم كده الجو بقى حر، احميهم كده اللي هم الاولاد الصغيرة. وبعدين نفضى بقى ايه، يبقى احنا ايه نخش على الاكل بقى براحتنا. روقنا شقتنا، روقنا مطبخنا، فطرت ولادي، جهزتهم، حميتهم بمناسبة الحر الفظيع ده. روقت على الدنيا كلها بقى صحيح بنسى نفسي، بس المهم ان كل حاجة عندي في البيت ماشية مظبوط. فنحمد ربنا على كل حال. فهنغسل بقى، نبتدي نغسل المواعين دي كلها. وبعد كده بعد ما انهي بقى كل الكلام ده اللي انا قلت لكم عليه، اخش بقى ايه نعمل الاكل. لحد دلوقتي لسه حتى وانا بسجل معاكم مش عارفه هعمل اكل ايه، لان انا خلصت كل اللي قلت لكم عليه اللي انا بقوله ده. وكده باقي بعد ما اسجل الفيديو ده اخش اعمل الاكل. هعمل اكل ايه مش عارفه، يعني الفيديو ده حصري. انا هقوم دلوقتي اشوف الفراخ دي الاول نسلقها،
او اعملها بطريقه كده وادخلها الفرن، يعني لسه مش عارفه هعمل ايه. وبعد كده بقى وانا بقى بعمل الفراخ هفكر بقى فجاه كده، صينيه بطاطس، شويه ملوخيه ناشفه، شويه رز، شويه لسان عصفور. لسه ما جهزتش دماغي هيكون فيها ايه بالظبط. اهم حاجه ان اكلنا النهارده فيه فراخ. ده الاساسي. انا هخلص معاكم تسجيل وهقوم بقى على الفراخ اعملها معاكم. يعني خلاص اكلت ولادي وحميتهم وظبطتهم وخلصت المطبخ وخلصت الشقه والغسيل وكله. وانا دلوقتي بسجل معاكم. هسيب الفيديو ينزل لكم او ينزل بالليل، لسه مش عارفه. ينزل بالليل في ميعاده بقى احسن. وبعدين انا دلوقتي حاليا اخلص معاكم واروح اعمل الاكل. فاتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون فيه كده كميه طاقه ايجابيه وتشجيع ليكم. واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه من تنظيف وترويق و اكل طبخ، يعني روتينات طبخ وروتينات تنظيف وجزء من يومي. فاستنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وشكرا ليكم ومع السلامه يا اجمل متابعين في الدنيا دي كلها. انا طبعا مش هكمل معاكم المواعين وفي جزء كده. شكرا ليكم والسلام عليكم.